السلام عليكم البنات، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم كيكروا لي بالطريقه جد سهله وبسيطه واقتصاديه للمبتدئات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بسم الله، نبداو مع بعض. كنحتاجو هنايا 6 بيضات من الحجم الصغير. الا متوفر عندكم من الحجم الكبير يمكن لكم تستعملوا غير 4 كاس ديال السكر الخشن، ربع كأس من الكاكاو، ملعقتين صغيرتين من الزيت النباتية، كأسين إلا ربع من الدقيق الأبيض الممتاز، 2 أكياس من فانيل. كناخدو البيض ديالنا كنضيفو عليه السكر الخشن. ديجا أنا ضفت قبصة ديال الملح في الإناء. كنطربوهم مع بعض حتى كنحصلوا على واحد البيض مخفوق جيدا، كيتحول اللون ديالو الى ابيض. المهم نتوما غتلاحظوا معايا في الفيديو ان شاء الله. المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وان شاء الله تنجح معكم الطريقه. وغنضيف 2 اكياس ديال الفانيلا. صدقوني الطريقه جد سهله وبسيطه باش تخدموا الجينواز ديالكم. تبعوا معايا غير المراحل وان شاء الله ينجح معكم. هنا من بعد ما طربت البيض ديالي مزيان مع السكر وحتى كما كتلاحظوا تبدل اللون ديالهم ولا كريمي ومخفوق جيدا، حتى كتحصلوا على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. عاد كتبداو تضيفوا الدقيق ديالكم تدريجيا. سبق لي قلت لكم عندي كأسين إلا ربع من الدقيق، يعني كأسين ديال العنبة، كأس وكأس آخر اللي ناقص فيه ربع كأس اللي كتشوفوه عندي هنايا. نكملو بالكاكاو المر. صافي كنضيفوا الدقيق تدريجيا. انا هنا ضفت الدقيق ديالي على 3 دفعات، وضروري تستعملوا الغربال في هذه المرحله البنات باش ما كيتكتلش لكم، لان حنايا ما كنخلطوا غير بشويه. هنا راه سرعت الفيديو شويه، كتخلطوا غير بشويه باش ما كيهبطش لكم البيض ديالكم، حيت ما كنستعملوش هنايا الخميره ديال الحلويات. كنكتفيو غير بديك البيض المخفوق جيدا، هو اللي كيعطينا ديك النتيجه ديال الجينواز، كيجينا رطب وهشيش. المهم كما كتلاحظوا انا راه ضفت الكاكاو ديالي مع داك الدقيق اللي بقى ليا دفعه ثالثه، وكنخلط غير بشويه. هنا راه سرعت الفيديو البنات، نتوما راه غتخلطوا غير بشويه، ما بغيتش يجيكم الفيديو طويل. كتخلطوا غير بشويه حتى كتدخلوا كاع الدقيق ديالكم والكاكاو جيدا في الخليط كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. وهنا من بعد ما خلطت الخليط ديالي جيدا كناخذ واحد اللاطه اولا الطاوه اللي متوفر عندكم. ضروري تفرشوا ليه هاد الكاغيط ديال الزبده، وكتدخلوه الفران اللي كيكون سخون ديجا، وتحاولوا ما تغفلوش عليه. انا راه هنا غفلت عليه شويه، كنقول لكم راه غفلت عليه شويه بحال نشفت، ولكن انا غنفزق واحد المنديل وغنحطه فوق منها باش ترجع ليا رطبه. هنا البنات انا ما يمكن لكم الا خرجتوا الكيك ديالكم ما نشفش لكم انكم تلويوه ديك الساعه على شكل رولي. انا هنا حيت نشفت ليا شويه خديت واحد المنديل اللي فزقته مزيان وحطيته فوق منها باش ترطب ليا. هنا خديت الكريمه هذه اللي وريت لكم، هي اللي غنخفق. الصراحه المذاق ديالها رائع جدا، ما كنتش كنتظر من هذاك المذاق لان اول مره صراحه نستعمل هذا النوع ديال الكريمه، ولكن صراحه جات هائله. المهم كنديروا ديجا الكريمه ديالنا كنديروها في المجمد حتى كتبرد لينا مزيان مزيان، ماشي كتجمد غير تبرد لينا مزيان. عاد كنخفقوها باش كتخفق معنا بكل سهوله. كما لاحظتوا هنا من خفقت الكريمه ديالي غنضيف لها هنا واحد جبن بيرلي. المهم ها هو هذا اللي غنضيف ليها غير باش تجيني الكريمه بحال مذاق ديال الجبن. يمكن لكم تكتفيوا غير بالكريمه
هذا كيبقى غير اختياري. وغنضيف واحد 3 ملاعق صغيره ديال الكاكاو غير باش كنبدل اللون، ما بغيتش يبقى ليا اللون هذا اللون الابيض. غنبدل اللون قليلا. المهم تلاحظوا معايا في الفيديو، يتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وان شاء الله تنجح معكم. صراحه ما نكذبش عليكم، جا المذاق ديالها رائع جدا جدا، رغم ان صاوبتها بالزربه ما كنتش اولا نصاوبها، ما كانش عندي كاع بزاف د الحاجات، ولكن الحمد لله صدقت رائعه. صافي كنخفق الكريمه ديالي حتى كتوقف مزيان، حتى كما لاحظتوا تخفقوها حتى توقف معكم الكريمه. وهنا كما شفتوا البنات راه الجينواز ديالي كما لاحظتوا فزقت المنديل وحطيته عليه حتى رجع رطب. وهنا حاولت نروليه، تشقق ليا غير في هذيك الجهه، هنا ماشي مشكل، ما غيبانش، غيجي في التحت. صافي وكناخذ ديك الكريمه وكنوزعها على الجينواز ديالي. نتوما على حسب الكريمه، واش بغيتو بزاف الكريمه في الجينواز ديالكم، يعني في الرولي ديالكم تكون كثيره، يمكن لكم تستعملوا نصف لتر اللي استعملت انا، الا ما بغيتوش غتستعملوا غير 4 لتر راه كافي. كما شفتوا انا راه روليت الرولي ديالي ديال الكيك الجينواز ديالي اللي عمرت بالكريمه. هنا غنجمعو درتو في الفريغو في المجمد البنات ساعه ديال المكانه، ضروري هاد الطريقه. انا راه هنا عمر ليا التليفون ما زادش صور ليا، حتى جيت خويت شويه عاد صور ليا. المهم كديروه في المجمد ساعه المكانه، هذه ضروريه البنات. عاد كتاخذوه كتزيدوا عليه الكريمه الا بغيتو، الا استعملتوا الكريمه غير 4 لتر ما غيكفيكمش، ولكن الا استعملتوا نصف لتر غتكفيكم ديروه الفوق. المهم كتحاولوا معاها كتقدوها. اللي عنده هاد الماتريال ديال الحلويات راه غيقاد بكل سنه، راه ما عنديش، كنستعمل غير داكشي اللي عندي. كما شفتوا راه قديتها جات مزيانه، وغنردها عاوتاني للمجمد واحد نصف ساعه. هنا داك الجينواز اللي خديت من الحاشيات، يعني هذاك اللي يابس تيكون يابس ضروري كتقطعوه، هو اللي هرمشت ولصقته في الجوانب. كما قلت لكم ما جات هاد الكيك غير بالزربه، يعني ما كنتش عوله عليها. وكان عندي واحد دانيت كراميل هو باش زين. صراحه جات تزيين غير هكا عشوائي، ولكن جات بنينه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق وتعجبكم، لانها اقتصاديه وسهله. كنتمنى ما تنساونيش بلي لايك ديالكم التعاليق ديالكم عفوا الزوينه. وشكرا جزيلا على المشاهده، ونشوفكم فيديو جديد، والى الملتقى ان شاء الله.